ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. وفاء كانت منزله ستوري بترد على سلفها محمد حوارات، بتقول له اللي زيك ووقف قدام الكعبة ومراتك ببطن سيليكون مش هيخاف من اي حاجة يا خنزير. انت شمتان في اخوك، انت عشان انت غيران منه ومش قادر توصل لزيه ولا تبقى زيه. يعني استغفر الله العظيم. يعني ازاي الواحدة تقدر تشتم وتشتم سلفها وتقول له يا خنزير وانت غيران من اخوك؟ تعرفوا يا بنات، ما بيودش في داهية غير الستات. والله الستات هي السبب في قطع الاخوات من بعض. الاخوات بيبقوا اخوات قبل الجواز، بيبقوا مع بعض. يعني بصوا، لو حد بص لاخوه يبقى هياكله. دلوقتي اول واحد ما يتجوز الاخوات ما بقوش اخوات، بقوا ايه؟ بقوا اعداء. ده بسبب ايه؟ بسبب الستات والرجاله. الرجاله الخرعه، الرجاله اللي اي كلام، اللي مجرد الواحده تقول لاخوه، تقول لجوزها اخوك عمل كذا ولا قال كذا، ينسى ان هو اخوه ويبهدل الدنيا. الستات هي اللي بتودي في داهيه. مش كل الستات طبعا، ما اقصدش، لا، في ستات ولاد حلال، في ستات طيبين بتحاول حتى لو سمعت حاجة ولا محتاجة، لا، بتحب توفق بين الإخوات ببعض، ما تقطعش صلة الرحم. واخدين بالكم؟ وانت يا وفاء، جوزك عنده جلطة في القلب زي ما بتقولي، جاتلك القوة والشجاعة انك تقدري تفتحي الكاميرا في الوقت ده؟ هو الوقت ده الواحد بيبقى في، يعني بيبقى ناس الدنيا كلها، ما بيبقاش فاكر حاجة غير المريض اللي قدامه. والمريض مين؟ جوزها. ده وقته تفتحي فيه كاميرا يا وفاء؟ يعني ازاي؟ ما انتش عارفة جوزك راجع تاني البيت ولا مش راجع؟ ربنا يبارك في صحته وفي عمره ويخليه لأولاده يا رب. ما نتمناش لحد المرض أبدا، لا شماتة في المرض ولا شماتة في الموت. فأنا بتكلم في حتة ازاي الواحدة تقدر تبقى عندها نصيبة زي كده. انتوا عارفين يعني ايه جلطة في القلب؟ يعني ممكن البني آدم يروح المستشفى ما يقدرش يرجع بيته تاني. ازاي الواحد بيبقى قادر، الواحدة بتبقى قادرة تفتح الكاميرا وتصور؟ وبعدين يا وفاء، يعني مش مستنية لما جوزك حتى يوصل المستشفى؟ ده انت بتصوري وانتوا لسه قدام العربية بتاعت الإسعاف واقفة، مش صابرة لما تروح تطمني الأول في المستشفى على جوزك؟ استني لما جوزك يوصل المستشفى والدكاترة تشوفه وتطمنك عليه، ساعتها اطلعي وقولي. محدش قالك ما تقوليش، لا، اطلعي وقولي، ادعوا الحمد ان ربنا يشفيه ويعافيه. لكن في ساعتها وانت راكبة العربية، وبعدين يعني ازاي عنده جلطة في القلب وانتم منزلين لقطة ليه والدكتور بيكلمه وهو بيكلم الدكتور؟ هو اللي عنده جلطة في القلب بيقدر يتكلم يا جماعة؟ يعني اللي عنده جلطة في القلب ده بيبقى في وعيه ولا قادر يتكلم ولا اي حاجة؟ طب قولي مثلا تعب الضغط بتاعه اترفع وديناه المستشفى يكشف، لكن جلطة في القلب يعني جلطة في القلب ازاي وهو طبيعي وتقريبا خرج كمان من المستشفى؟ جلطة في القلب وازاي يروح في يومها او بعدها بساعتين 3؟ عارفين لو طلعت قالت تعب واحنا مش عارفين عنده ايه وديناه المستشفى بس نطمن عليه، لكن جلطة اهدي اللي ما نصدقشهاش ابدا. انتوا عارفين يا جماعة ايه اللي تعب حمدي؟ انه اتفاجئ بالفيديو بتاع محمد. ما كانش متوقع ابدا ان محمد هيطلع يعترف قدام الناس ويتأسف ليهم ويقول لهم حقكم عليا، انا كدبت. وكان السبب في الكذبة دي واصل الكذبة دي مين؟ حمدي اخويا. فهو انصدم من يعني ايه، اتخض، فما بقاش عارف يعمل ايه. ممكن يكون صح زي ما انت بتقولي تعب، ممكن يكون الضغط بتاعه اترفع بس مش اكتر. مش جلطة، لا، ممكن يكون ضغطه اترفع لان ما بقاش مصدق. كان وبعدين خصوصا كمان ايه، ان لقى المتابعين بتوع محمد
يعني لما محمد طلع اتأسف لهم، اي نعم محمد غلطان، يعني محدش يقول حاجة، محدش يقول محمد مش غلطان، لا محمد غلطان ان كذب على متابعينه وقال ان مراته حامل وهي مش حامل. هو طلع قال دي فكرة حمدي، حتى لو فكرة حمدي يا محمد، انتوا فكرتوا في الفكرة دي لما آلاء ربنا شفاها وعفاها وخلاص المفروض تشيل الكمامة، فانتوا بقى حبيتوا ايه تعملوا ترند الموضوع كده، وآلاء هتشيل الكمامة والموضوع يخلص. لا، احنا نفكر في كدبة تانية نقولها انت وحمدي، ودي كانت فكرة حمدي زي ما انت ما بتقول، ان هنطلع نقول ان آلاء حامل، والبنت الأولانية لسه مولودة من كام شهر، معرفش شهرين ولا 3، وهي حامل وبتاخد اللهم صل على النبي، وبتاخد العلاج بتاع العصب السابع وتبقى حامل. ده هيعمل ترند بقى ايه، الناس صراحة بقت خايفة على آلاء، ازاي انت تعبانة من العصب وازاي تبقي حامل وبتاخدي علاج، لدرجة ان في ناس كتيرة كان زعلان على آلاء حامل ازاي وانت بتاخدي علاج ولسه والدة، واخدين بالكم؟ فهم حبوا يعملوا الترند ده. فلما جه خلاف بين محمد وحمدي، الله اعلم كان ايه السبب الخلاف اللي بينهم اللي خلى الدنيا مولعه بينهم وبين بعض، والستوري اللي حمدي عمال ينزله والتلقيح اللي عمال ينزله على محمد. يعني حمدي نزل كتير قوي 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 على محمد، وهو طبعا اللي حاطط الخطه وعارف ان محمد مراته مش حامل، يعني واخدين بالكم؟ وقعد طبعا هي حامل من يوم كذا وهتولد يوم كذا، فهو بقى حمدي قعد يقول انا هبوس ايديهم لو مراته ولدت مش عارفه يوم 25/6 او حاجه 6، ما هو عارف ان هي مش حامل، هتولد ازاي؟ فبقى كل يوم ينزل ستوري تريقه على محمد، كل يوم ينزل ستوري تريقه على محمد، واخدين بالكم؟ العيلة دي عيلة حوارات كلها، مش معنى كده ان احنا بنشكر في محمد وبنعيب في حمدي، لا، محمد عنده غلطات كتيرة جدا، بس محمد جات له الشجاعة وعنده الشجاعة، طلع اعتذر لكل متابعينه وقال لهم حقكم عليا، وكانت الفكرة فكرة مين؟ فكرة حمدي، يعني جات له شجاعة واعترف قدام المتابعين، والمتابعين معظمهم سامحوه. طب ما حمدي كمان يا جماعة، حمدي كمان ما طلع وقال ايام ما كانت وفاء حامل في البنت الصغيره اللي ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها يا رب، قال برضك اما هم كانوا في تركيا طالبين منا تحاليل، ومعنى ان هم طالبين منا التحاليل دي ان البنت هتطلع فيها عيب، وان البنت ممكن يكون عندها توحد، وان المفروض هنا بيقولوا لنا ان بيطلع الطفل كده اهو، مصرح هناك ان هو ما ينزلوا الطفل، لا اما انتوا لو اصريتوا تخلوه الطفل ده الحكومه هناك ملهاش دعوه بيه، وانتوا اللي هتصرفوا على علاجه. وكانوا طالعين في حاله انهيار لدرجه بقى يسالوا المتابعين احنا بناخد رايكم نعمل ايه، ننزله ولا نخليه، وبقى ماسكين عيالهم واحد واحد، ايه رايكم ننزله ولا نخليه؟ وفي الاخر قالوا لا، احنا لا يمكن نعترض، احنا هنخليه، بس بكى يعني. وبعدين قالوا هنسافر نعمل عمرة وندعي ربنا هناك، وندعي ربنا في العمرة ان البنت ربنا يكرمها وتطلع حالتها الصحية كويسة. طب يا حبايبي، ده في ناس دخلوا وشافوا التحليلات اللي وفاء نزلتها النهاردة وشافوا التواريخ اللي هي منزلاها، اكتشفوا ان وفاء بعد ما تقريبا كده ما بيكون في بلد أوروبية بيخلوهم يعملوا التحليلات دي. عندنا في مصر ما بنطلبش التحليلات دي غير لما بيكون في لا قدر الله في حاجة. الناس دخلوا وجابوا التحليلات اللي هي وفاء بقى بتشتم في سلفها محمد وبتقول له لا احنا مش كدابين، منزلين له التحاليل اثبتت بالتواريخ ان وفاء عملت التحاليل، والتحاليل طلعت بعد يومين واكتشفوا ان البنت سليمة ما فيهاش حاجة، وهم ضحكوا على المتابعين وقالوا لهم ده النتيجة هتبان بعد 15 يوم،
يعني هم كانوا عرفوا نتيجة التحاليل وعرفوا كل حاجة واطمنوا، وبعد كده طلعوا يقولوا للناس والمتابعين ان البنت بيقولوا كذا 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 كذا، وهم كانوا عارفين بالتواريخ اللي هي ما جاتش في بالها خالص وفاء ان الناس هتمسك التواريخ تشوف الفيديو اللي هي نزلته قالت بيوم ايه، والتحاليل اللي هي مطلعاها ومنزلاها دلوقتي يوم ايه. التحاليل طلعت بعدها بيومين 2، وهم قالوا بعد 15 يوم، وبعد 15 يوم جم قالوا يا الحمد لله والشكر لله البنت تحاليلها كويسة. بردك هم بيكذبوا اهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا عيلة حوارات. يلا يا بنات، طولت الفيديو عليكم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.